في مباراة ودية لكن بنكهة تنافسية، تعادل المنتخب المغربي مع منتخب الإكوادور بهدف لمثله. منتخب الإكوادور فرض أسلوبه وخنق بناء اللعب المغربي ونجح في عزل الوسط بالكامل. المنتخب المغربي وجد صعوبة كبيرة في الخروج بالكرة وفقد السيطرة في فترات مهمة، لكننا لا نتحدث عن منتخب عادي. الإكوادور اليوم أصبح من أقوى المنتخبات في أمريكا الجنوبية. منتخب واجه الأرجنتين وتفوق عليها ووقف ندا أمام البرازيل، ولكن المنتخب المغربي عاد في الشوط الثاني، غير الإيقاع وفرض شخصيته في آخر الدقائق وكان قريبا من الفوز. والخلاصة أن هذا اختبار حقيقي وليس مجرد مباراة ودية. وبعيدا عن الانتقادات السريعة، هناك عمل يبنى وتطور يظهر تدريجيا، وأنا شخصيا متفائل جدا.